السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ ام ضونا. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله صينية جمبري. طبعا شكلها واضح جدا وطعمها تحفة جدا وسهلة، والطريقة سهلة جدا. مش بتاخد معانا اي وقت خالص. وده طبعا شكلها واضح. وهنعمل مع بعض برضو الرز بالجمبري. يلا بينا كده. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، ونبدأ نشوف الجمبري بتاعنا وطريقة الرز عملناه مع بعض ازاي. يلا كملوا معايا الفيديو، ما تنسوش تحطوا اللايك. دلوقتي انا معايا جمبري. طبعا مش هحدد الكمية طبعا، عشان على حسب يعني ما انت هتزودي وكده. طبعا مغسول ومنقوع كويس جدا. تمام. دلوقتي بقى انا هبدأ بقى اشتغل في الجمبري بتاعنا. طبعا في طاسة على النار كده هنزل فيها بمعلقة زبدة ومعلقة سمنة، وطبعا ممكن زيت يعني على حسب ما انت حابة. ما يبدأوا يسيحوا كده هنزل عليهم ببصلة كبيرة مقطعة شرايح كده، ونبدأ نقلبها كده تقليبة كده في الزبدة والسمنة. هنشوحها بس يعني لما لونها يبدأ يدبل كده. ما تنسوش تحطوا لايك عشان اللايك بيدعم الفيديو. دلوقتي هنزل بثلاث فصوص توم مقطعين قطع شرايح برضو بالشكل ده كده، وهنقلب البصل مع التوم. وبدأوا يدبلوا شوية هنزل عليهم بفلفل احمر، نص قطعة من الفلفل الاحمر والاصفر، ونص جزراية، ونص قرن شطة حامي. طبعا انا عاملة نص على قد يعني على حسب كمية الجمبري اللي انا هعمله. هنقلبهم كده مع بعض كلهم. ودلوقتي بقى هننزل بالجمبري بتاعنا، طبعا مغسول ومنقوع مطلعين منه الكيس الرملي وكل حاجة. منقوع في خل وليمون وكل، وريحته نضيفة جدا مفيش فيه اي زفارة. دلوقتي هنزل على الجمبري كده بعصرة ليمون، وهنتبل بقى مع بعض. معانا ملح وكزبرة، بهارات العادية جدا يعني مش مقفورة ولا حاجة. كمون وشطة ورشة زعتر، ودي اختياري. نقلب بقى المكونات كلها في بعضها كده. طبعا الجمبري بتاعنا بدأ ياخد لون كده، احنا هنقلبه كله في بعضه مش هنسويه، بس احنا هنقلبه في بعضه لما ياخد اللون. وبعد كده هننزله بقى في الفرن، ندخله الفرن. هنزل بقى على المكونات بتاعتنا كده بكوباية من عصير الطماطم، وهنبدأ نقلب برضو على طول لما كله ياخد اللون الأورنج ده. وده شكل الجمبري بتاعنا بعد ما اخد تقليبة بسيطة كده. هي اخد اللون الأورنج ده زي ما احنا شايفين. عفوا.
دلوقتي بقى هجيب الصينية بتاعتي اللي هدخلها الفرن، اي صينية عندك، وهننزل فيها بالخليط بقى، وطبعا معانا كوباية العصير فيه كده السوائل بتاعته. ودلوقتي الفرن شغال. طبعا هدخله بقى الفرن، يعني على الشبكة كده في نص الفرن من تحت. لما يستوي كده وينشف شوية من السوائل بتاعته، هبدأ اديله لون تحت الشواية. تمام، ما تنسوش تحطوا لايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نجهز مع بعض الرز بالجمبري. ده طبعا الجمبري شوية كده منه. طبعا انا نقيت الصغيرة ونضفتها وشلت الكيس الرمل منها وكل حاجة، وغسلته ونقعته بليمون وملح وكده. دلوقتي بقى ايه، الحلة على النار كده. انا هشتغل في الحلة الفخار دي، هنطبخ فيها النهاردة الرز بالجمبري. حلة هنزل فيها ببصلة متقطعة، ما تنسوش تحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. وانزل عليهم بمعلقة سمنة بلدي على نقطة زيت كده. بدأت البصلة بتاعتنا تدبل كده وتبدأ تاخد لون ذهبي. هنزل عليها بفصين عفوا فصين توم متقطعين، وهبدأ اقلبهم مع بعض اما لونهم يصفر بالشكل ده كده. طبعا انا مش بعمل صيادية، انا بصفر بس لان انا هعمله بطماطم. انزل عليه بكمية الطماطم بتاعتنا. ودلوقتي بنزل عليها بمعلقة كبيرة ملح، وبابريكا، وكمون، ورشة فلفل اسود. ورشة كزبرة برضو بسيطة كده. وبكده يكون خلصنا البهارات بتاعتنا كده. دلوقتي بقى انا هجيب معايا حبة من الشبت المتقطع، طبعا شبت على كزبرة فريش كده، وهنزلهم برضو على الطماطم. ودلوقتي بقى هغطي عليها واسيبها بقى لما تتسبك كده وتاخد قلبة. سيبها بقى تتسبك ونرجع بعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. ما تنسوش تحطوا اللايك. دي شكلها بعد ما بدأت تتسبك كده. هنزل عليها بقى بالجمبري بتاعنا، طبعا قلنا مغسول ومنقوع ومتنضف كويس وشايلين منه الكيس الرمل بتاعه. قلبهم تقليبه في بعضهم كده. وهرجع انزل عليهم واجيب الرز بتاعنا بقى. طبعا الرز بتاعنا مغسول كويس جدا ومتصفي في المصفى زي ما احنا شايفين. هنزل بكمية الرز بتاعتنا على الجمبري وهقلبه في بعضه وهسيبه بقى لما يستوي. بس دي طبيخة الرز، طريقة طبخ الرز اللي بجمبري، بس مش الصيادية، احنا بنعمله بطماطم زي ما احنا شفنا.
وده شكل صينية الجمبري بتاعنا وهي في الفرن. وده شكل الجمبري بتاعنا بعد ما طلع من الفرن واخد اللون ونشف كده، وما شاء الله جميل جدا، وقشرته جميلة وبتقشر بسهولة ومش مجلد. وده الرز اللي بالجمبري بتاعنا. ان شاء الله شكله تحفة جدا وطعمه جميل وريحته جميلة جدا. ودلوقتي بقى نقدم الرز بجمبري بتاعنا كده بالشكل ده، وطبعا معاه الجمبري. وكده تكون احلى صينية جمبري عملناها في الفرن، واحلى رز بجمبري. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك.